بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. النهارده بقى قلت ايه اصور لكم الفراخ الفيومي عشان تشوفوها انتوا بنفسكم. بسم الله ما شاء الله. النهارده عمري 56 يوم. تمام، النهارده عمري 56 يوم. انا لسه طالعه عندهم اهو، شايفين مخلصين يعني اكلهم وكانوا مخلصين الميه. حطيت لهم بس شويه ميه كده وقلت ايه احط الاكل معاكم اهوت يا حبايبي. قلت احط الاكل معاكم. طيب الاكل عندي ايه؟ الاكل بصوا شايفين اهو، عيش على علف. طبعا العلف نسبته اكتر من العيش، لان انا قلت لكم انا بدات ان انا اخلط ليهم. يعني انا كل واحد على حسب امكانياته زي ما قلت في الاكل والايه والشرب. تمام. هحط ايه؟ هحط دشيشه اهو، معايا شويه دشيشه كده حلوين اهو. على فكره الدشيشه دي انا قلت لكم قبل كده بتخلي ما بيبقاش فيه دهون في جسم الفراخ، بتمتص الدهون من جسم الفراخ. تمام اهو. هبدا بس هنزل بالاكل لان هم جعانين خالص اهوت يا حبايبي. بصوا هم هيبداوا يجوا ياكلوا اهو. بصوا هيبداوا بقى هم هيجي ياكلوا لان هم طبعا جعانين جدا معايا. بس انا حابه النهارده ان انا احط لهم حاجه على الاكل، لان الفراخ البلدي او الفيومي او اي طير عندك لازم ترفعي المناعه بتاعته. طب هنرفع المناعه بايه؟ شايفين يا حبايبي؟ بالحبه السوداء، حبه البركه اهي. تمام. هرشرش كده اهوت معلقه، هرشرش زي معلقه اهوت، يلقطوها برضو ياكلوها. هبعد كده شويه الاكل عشان نصور مع بعض اهو. شايفين يا حبايبي؟ هما لسه ما كملوش الشهرين وانتوا شايفين الحجم عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اهوت يا حبايبي. حجمهم اهوت في منتهى الجمال. علشان الناس اللي بتقول لي اجيب بلدي ولا اجيب فيومي، انا الصراحه بعشق الفيومي. الفيومي اهو، يعني بسم الله ما شاء الله فعلا تحسي ان الفرخه على وش بيض. يعني لو انا بصيت بتبصي في وش الفرخه بتلاقي الفرخه بدات وشها يحمر معاكي ولسه ما كملوش شهرين. لو توصيتي بالاكل زي ما انا بعمل كده، ظبطتيهم في الاكل وفي الميه وفي الكلام من ده، هيبقوا زي الفل معاكي، هيبقوا زي الفل معاكي. الفراخ جميله، الفراخ جميله اهي قدامكم اهي. بسم الله ما شاء الله فعلا فعلا تفرح. اهم حاجه النظافه يا حبايبي، اهم حاجه للفرخ البلدي. برجع اقولها كذا مره، ان انت تبشريه بالعلاج. مفيش اسمها ان انا جبت فراخ بلدي وما بحطش علاج، لا، لازم تحطي علاج. تروحي للدكتور البيطري وتقولي له على عمرهم ايه، وتقولي له انا عندي فراخ العمر مثلا ايه كذا، انا عايزه اجيب لهم علاج. هيديكي جرعه للكوكسيديا، هيديكي جرعه غسيل كلوي ومنشط كلى. لازم تجيبي الكلام ده. زي ما بقول لك كل شهر تحطي مره حبايه مضاد حيوي في الميه. يعني انا حاطه لهم في الميه اهوت غسيل كلوي. انا كنت قايله لكم عليه قبل كده. حاطه لهم اللي هو ايه، كل اسبوع كده بحط مره. مضاد السموم ده مهم. الناس اللي بتشتكي ان الفراخ بتموت فجأة الكلام ده، حطي معلقة خل، حطي معلقة خل على المية. الخل برضو بيغسل امعاء الفراخ. تمام، بيمنع اي حاجة تحصل لهم. المهم ان انت تبشري المكان. لو نضيف عند الفرخ بيكبر معاكي من غير اي حاجة. تمام اهو. زي ما بقول لكم الحمد لله انا ما عنديش ديوكا، اللي هو ديك واحد بس هو اللي عندي. والباقي انا طبعا كنت جايبه معاكم 15 14 فرخه. والديك اللي هو ده اللي عرفه بصوا عامل ازاي، ومش عارف يشوف من كتر العرف بتاعه ما هو عامل كده. شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي الديك اهو. انتوا عارفين يا حبايبي كان عندي ديك من ده، كان عندي زمان ديك زي ده والله. يعني مهما اقول لكم حجمه كان فعلا بيرج السطح. لما كان بيطلع على السطح كان بيمشي يدبدب كده، كنت بسمع رجليه وهو ماشي على السطح من كتر ما هو تقيل كده. بسم الله ما شاء الله. طيب انا كنت قايله لكم قبل كده في المره اللي فاتت، انا هقول لكم ليه انا ما بحبش اكل الاكل البيت. الاكل البيتي يا حبايبي بيخلي الفرخه يحصل ديدان في معدتها. بمعنى ايه؟ ان الدنيا حر، ان الاكل لو ريح هياكلوه وهو بايظ، هيجي لهم اسهال، هيحصل ديدان، هتحصل مشاكل كتيره. انا ما بحبش اعمل للطيور الاكل الطري ده خالص. سواء للبط سواء للفراخ سواء للحمام، اي حاجه بحب اعمل قدامهم نواشف كده زي ما انتوا شايفين. الاكل يكون ناشف، حتى لو اتبقى منه حاجه هياكلوه تاني يوم. يعني انتوا شايفين كانوا ناسفين الطبق ازاي، ناسفينه.
انما لو عيش مبلول هيريح قدامهم كده، وهتبقى مشكله كده، وترجعي بقى تدوري الفرخ تعبان من ايه واسهال والكلام ده هو كله. فانتي اجتنبي بموضوع الاكل الطري. طيب في ناس هتقولي طيب ما احنا بيتبقى عندنا اكل. يعني حاولي على قد ما تقدري، زي ما انا ما بعمل كده، بعمل الاكل على القد يوم بيومه، يعني ما بحاولش ان انا اهدر من الحاجه. ويوم لو هدر بقى لما الفراخ دي تكبر وتبيض، حبيتي ان انت تحط لهم الاول شويه الاكل دول ياكلوهم ماشي. لو اتبقى منك شويه اكل حطيه في التلاجة، والصبح تسيبيه لما يفك يبرد شويه كده وحط لهم الاكل. تمام. وجبه فطار كده ليهم الاول، وبعد كده بقى ايه اما تطلعي لهم تاني حط لهم النواشف ده، لو انت حابه ان انت تعملي الكلام ده. طيب انا بقى المفروض في السن ده هو هبدا ان شاء الله هجيب كده مكون حلو قوي برضو هبقى احطه معاكم. يعني البصل يعني كل مره هقول لكم البصل، انا ما عملتش الصراحه بصل، بس ممكن اخر النهار اعمل بصل. يعني ممكن انا كده بطلع لهم مره كمان، انا بطلع لطيوري مرتين، ولو ممكن لو في ضروره اطلع 3، ولو في حاجه مش عجباني ممكن اطلع 4 5 مرات اتابع اشوف الدنيا ايه، على حسب الوضع عندك انت بتتابعي طيورك. تمام. اهوت انا بس حبيت ان انا اطلع اقول لكم بلاش الاكل الطري للفراخ البلدي، ولو هتاكلي طري يبقى وجبه فطار الاول ياكلوها وخلاص، وتستني مثلا 4 5 ساعات كده ولا حاجه. لو ما كلوش بقى شيلي من قدامهم الاكل الطري ده، وابداي انزلي بالاكل الناشف زي ما انا عامله كده. انا بدات ان انا زي ما بقول لكم ضفت عيش ودشيشه وعلف وكلام من ده، والفرخ بسم الله ما شاء الله معايا اهو. ده عمر زي ما بقول لكم كده 56 او 57. تمام. احسبوا انتوا بقى انا كنت جايباه يوم 2/7. تمام. شوفوا بقى النهارده كده هيبقى كده كام يوم. النهارده يوم الخميس، تقريبا 57 يوم او 56 يوم. تمام. فالفرخ معايا جميل اهو. بحب اكتب انا التواريخ بتاعت فراخي علشان اللي يسالني ابقى عارفه، وعشان انا ابقى عارفه. يعني انا برضو عشان ابقى عارفه هما ان شاء الله كده هيبيضوا امتى. فراخي بسم الله ما شاء الله ممكن تبيض بدري، يعني ممكن ان هي تبيض بدري كده عن ال4 شهور كمان. اللي حابب يجيب فيوم يا حبايبي يتاكد من مكان كويس. الفرخ الحلو بيفور معاكي وبيكبر، دايما بقول كده. في ناس بتتكلم بتقول ان لو في ديدان بنحط شط على الاكل. الصراحه انا ما جربتش، بس هجرب معاكم. تمام. يعني هجرب موضوع الشطه ده برضو، بس لما يوصلوا السن، يعني لما يكبروا شويه. بس هما فراخي تمام مفيش حاجه. بيقولوا الشطه بتغسل برضو الامعاء وكلام من ده. معلقه الخل، حطي معلقه خل لحد ما نجرب موضوع الشطه ده واقول لكم ايه الدنيا كده. دي كانت حلقه النهارده. حبيت بس اصور علشان انا بقالي فتره كبيره ما صورتش، عايزه اصور لكم كده برضو عن بعد شويه تشوفوها. اهمت يا حبايبي بصوا اهو انا بعدت شويه كده بالتليفون علشان ان انتوا تشوفوا برضو الحجم ايه. هما بسم الله ما شاء الله اهمت يا حبايبي اهو زي العسل. طبعا انا بحمد ربنا ان مفيش الا ديك واحد، عشان لو كانوا كذا ديك اهو اللي بيشرب اهو، عشان لو كانوا كذا ديك كان زمانهم بياكلوا في بعضهم. فهو ديك واحد حلو قوي. تمام يا حبايبي. دي كانت حلقه النهارده. استنوني بقى ان شاء الله عشان هنعمل حلقات برضو كده من عندهم. كل فتره هصور لكم كده الفراخ عشان انتوا تشوفوها وتتابعوا، علشان اللي بيفكر يجيب بلدي ولا اللي يجيب فيومي او انتوا شايفين بقى بنفسكم. شوفوا انتوا بقى بنفسكم واحكموا الدنيا ايه. ماشي يا حبايبي. دي كانت حلقه النهارده. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.